يا اخي دي قال لك وش عامل الجواب الطلاق شنو مره ما بتتقابل. يا اخي دي صيغه مبالغه، فدي اصلا ناس البلد كلهم بيخافوا منها. بعدين هي شيلت يا اخي خلقتها في كلامها. انا تجي خاشم قلت لها العيد مبارك عليها عليكم مبارك الله يبارك فيه تفضلوا لا جوا سويكم ما يتلموا. يا اخي الناس دي في العيد ده كله شايلين لها هم. المهم ما تقدر بيجي يتزوجها اي زول يجي في النهايه بقى قال لها يا اخي انت اقعد جوا انا تاني ما تمرق لكن بقدر اتزوجك. قاعد جوا ابوها يا زول مشي جاب بوكسي 94 بوكسي واقف زي التمساح. جا قال لهم يا اخوان هوي المغطى على الله كاشف وبعدين القريش انا هذه بنتي قاعده جوا وده بوكسي 94 اللي بيتزوج البنت دي شيل البوكسي. الجماعه قال لك شغالين زي عوسط الحمر لافين الحله كلها البوكسي واحد اسمه الخزين عوض الجيل. خزين قال له اخوي اقرب جريدتك والستره فضيح الداريات نحن اخوكم فقاره دحين اخونا مشينا على بنت النازي ونقول له انا اخوي نعرس بنتهم دي بعد ده اخوي القروش براق بشوفها. قال لا البنت قالوا شيء قال لا هذول الشيء هوي ما عندك شغله هذول بتقدر ما تعاين في البيت. اتذكر البوكس ده البوكس دي قال اتذكر البوكس عليه الطلاق فواتح زي نمرو. الحين اخوي يقول لك النسوان ديل واحد وبعدين لقيت شينا كمل الباقي قنوات قال لي زاي. الحين اخوي انا بجيب لك برا انت خش جوا ده ماشي عليه شوف جريدتك حط الرحمن في قلبك وقول بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبنا خش جوا جا طالع عين في الكلافر والثاني في مبدا ياخذ دمع عيونه دموعه خالفا. يا دول مالك قول بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم والله ما اقول لهم قولوا هو يا ناس هو يا دول بدابه دوره ما هذول قول بسم الله الرحمن الرحيم على البوكسي. هاي قال لا دول البوكس انا ما ابي لكن بعدين جانا يجيب لي بكاسي من وين. واحد قالوا من الناس بنديل عنده ألم في ضرسه